هنتكلم عن تاني التغذية خطوه السليمة. بس بعد ما ناخد التليفون ده لحضرتك. الو الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تعرف بيك؟ عز من الشرقيه يا فندم. اهلا بيك معانا، اتفضل. اهلا بحضرتك. اقدر اسال الدكتور سؤال؟ اتفضل. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتور، كنت عايز اسال عن الفواكه المفيده في الرجيم والفواكه اللي ضاره بالرجيم بالذات. طيب سؤال ألو؟ مهم برضه. ايوه معاك، اتفضل. احنا سامعينك. كنت بسال عن الفواكه يا دكتور، ايه الفواكه اللي طيب. تبقى وبالذات فاكهه الكاكاو. هو ده ايه؟ شكرا لك. تمام. شكرا طيب. ليك. أميمة بس قبل ما نبدا دكتور، يعني احنا تواصلنا مع حضرتك لاول خطوه في تقويه جهاز المناعه، وهنبدا بقى في ثاني خطوه. تمام. هو بالنسبه بس للسؤال اللي ساله المتصل الاخير بالنسبه للفاكهه، عشان برضه في خطا شائع عند الناس ان في فواكه ضد رجيم وفواكه مع رجيم. تمام. هي الفاكهه بصفه عامه حاجه واحده. تمام. بس الفكره في الكميه، انا باكل قد ايه. يعني معيار ثمره الفاكهه لو انا بالنظر كده حجم البرتقانه المتوسطه، ثمره البرتقال. يعني احنا هنعرف ان السعرات الحراريه بتختلف من فاكهه لاخرى. فروقات بسيطة. العنب غير البرتقال مثلا. فروقات بسيطه. هي الفكره انا باكل من الفاكهه دي قد ايه. تمام. يعني حتى الفاكهه المره اللي طعمها مر لسه ما سكرتش، اللي هي لسه ما استوتش مثلا، فيها كميه سكر قد الفاكهه المسكره، بس السكر ده لسه كومبلكس، لسه ما اتكسرش، فانا ما بحسش بطعم. لكن هو موجود في الثمر. دي معلومه جديده. الجسم بيكسره.